السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مودي جلال من قناة فيش ستوري. لو افترضنا ان انت عندك حوض مثلا ومربي فيه سمك والدنيا ماشية معاك تمام، وحبيت تزود مثلا او حبيت تجيب انواع تانية، ولما بتجيب السمك بتعمل ايه؟ بتنزل السمك في الحوض على طول ولا التصرف معاه بيبقى ازاي؟ طيب لو فرضنا الله لا يقدر ان انت وانت بتبص على الحوض بتاعك كده لقيت ان في سمكة ظهر عليها اعراض المرض، سواء كان ظاهرية او بكتيريا معويه بانت في الفضلات بتاعتها، ففهمت ان السمكه دي يعني مريضه او تعبانه. طيب الحل ايه دلوقتي اللي انت هتعمله؟ طبعا هتقولي بمنتهى البساطه انا هعزلها عشان ما تعديش الباقي. حلو تمام، هتعزلها في ايه؟ هل هتعزلها في كوبايه زي الناس اللي بيعملوه مع الفايتر؟ هل هتعزلها في بوله؟ هل هتعزلها في كوبايه كبيره؟ هل هتعزلها في طبق، في جردل؟ مكان العزل ده هيكون شكله عامل ازاي؟ ده اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده. انا جاي النهارده اكلمك عن حوض الحجر الصحي، او حوض العزل، او حوض الطوارئ، او الكورانتين تانك. تعددت الاسماء والحوض واحد. يلا بينا نبتدي حلقه النهارده. السلام عليكم. هنتكلم في حلقه النهارده عن 3 حاجات. اول حاجه هنتكلم عن تعريف حوض الحجر الصحي او تعريف حوض العزل. رقم 2 هنتكلم عن مواصفات حوض الحجر الصحي، وهنتكلم عن مكوناته ونشوف الحوض ده بيتكون من ايه بالظبط. رقم 3 هنتكلم عن فوائد حوض الحجر الصحي ومميزاته. رقم 1، تعريف حوض الحجر الصحي. حوض الحجر الصحي هو حوض زيادة عندي أنا بلجأ له في وقت الطوارئ. جبت سمك جديد بحطه فيه، عندي سمك ظهر عليه أعراض المرض بعزله فيه. لو فرضا إن أنا كنت رحت جبت السمك مثلا وأنا ما عنديش فكرة وما عنديش معلومة إن السمكة الجديدة اللي أنا جبتها غير متوافقة مع السمك اللي عندي، فابتدى يحصل فيه ضرب وخناقات وبتاع، فأنا مش هسيب السمك لغاية ما يخلص على بعضه أو لغاية ما يضرب في بعضه ويعور بعضه ونخش في سكة أمراض تانية خالص. السمكه جسمها لما بيتفتح بتبقى عرضه لايه؟ لتجمع الامراض والبكتيريا على جسمها، تمام؟ فهعمل ايه؟ هعزل السمكه اللي عامله مشاكل لغايه ما اتصرف فيها، ابيعها، ارجعها لصاحبها، اربيها لوحديها بقى، بعد كده اجيب لها حوض ايا كان، تمام؟ يبقى حوض الحجر الصحي هو حوض زياده عندي انا بخليه لوقت الطوارئ لو حصل اي موقف من المواقف اللي انا قلت لك عليها دي. رقم 2، مواصفات ومكونات حوض الحجر الصحي. طب الحوض الحجر الصحي ده بيتكون من ايه بالظبط؟ حوض، الفلتر، سخان والتوأم بتاعه الترمومتر، الإضاءة، موتور الأكسجين، تمام؟ طيب نمسك حاجة حاجة. أول حاجة الحوض. حجم الحوض ده هيكون عامل إزاي أو هيكون قد إيه؟ ده بقى بيفرق على حسب حضرتك بتربي أنهي نوع من أنواع الأسماك. حضرتك لو بتربي الأسماك الشرسة أو الأسماك المفترسة يعني، آه مثلا هنقول بتربي سيكلت، بتربي من اشهر انواع طبعا الاوسكار، بتربي بيكوبيرانا، بتربي جوست فيش، بتربي كينج بارت، بتربي ديسكاس، بتربي، خش بقى في الاحجام الكبيره، جاينت جورامي، اراوانا. الاسماك دي بتتربى في حوض مترين عشان تاخد راحتها، وهتجيب من كل نوع يعني سمكه واحده، يا دوبك دول عايشين متضايقين مع بعض في المترين دول كمان، تمام؟ فانا لو عندي الاحواض الكبيره دي كحوض اساسي، يبقى انا لما اجيب حوض الحجر الصحي يبقى على الاقل متر وعشرين، متر ونص، لان انا بجيب سمكه سمكتين او 3 في المره الواحده. ما ينفعش ان انا يبقى عندي الحوض ده حوض كبير، يلا نزل فيه بالعشر سمكات وزود بقى وارفع الحمل البيولوجي على الحوض، والامونيا تضرب والبكتيريا مش هتقدر تخلص عليها، بيحصل لي مشكله، خد بالك، تمام؟ لو انا بربي اسماك صغيره بدايه مثلا من التترا، الجابس، السمك الهلوب بانواعه كله، وصولا مثلا للبيرلي جرامي او جولدن جرامي. مثلا لو قلنا اكبر نوع من السمك دوت هتلاقيه مثلا السمك الفايتر. لو انا بربي في حوض زي كده هيبقى مثلا حوضي متر، متر وعشرين. طيب اجيب حوض حجر الصحي قد ايه بقى؟ لو ده الحوض الاساسي اللي عندي هجيب حوض مثلا 60 70 80 سم، تمام؟ خلصنا من حجم الحوض، نخش بعد كده على حاجه تانية، الفلتر. الفلتر قاعدته ثابته على كل جميع انواع الاحواض. يعني انا دلوقتي انا بجيب الفلتر بتاعي بناء على يعني حجم الميه اللي عندي في الحوض. لو انا عندي الحوض بتاعي 50 لتر، اضرب في 10، 500 لتر في الساعه قوه الفلتر. عندي 100 لتر يبقى عندي 1000 لتر في الساعه قوه الفلتر. لو عندي 160 لتر ميه في الحوض يبقى انا عندي 1600 لتر قوه الفلتر بتاعي، تمام؟ تجيبه هانج او تجيبه باور هيد زي ما انت شايف على حسب امكانياتك، تمام؟
نخش على اللي بعد كده الإضاءة. مش هنحتاج إضاءة يعني فانسي أوي، مش هنحتاج إضاءة يعني مبهرجة أوي، يا دوبك إضاءة توريك شكل السمكة من بره، عشان لو فيها أي طفيليات ولا حاجة أو فيها أي أمراض ظاهرية على جسم السمكة تقدر أنت تشوفها بمنتهى البساطة. وبرضه علشان لو في أي بكتيريا معوية تقدر تعرف من الفضلات بتاعت السمكة المرض اللي عندها، وتقدر ان انت ايه تاخد بالك منه، هل الفضلات شكلها طبيعي ولا فيها حاجه شاذه او حاجه غريبه. تمام. خلصنا من الاضاءه. نيجي بعد كده للسخان. السخان طبعا وتوأمه الترمومتر ده لازم يكون معاه ده. السخان بنحتاجه في طريقه العلاج، يعني لو انت عندي سمكه تعبانه في طريقه العلاج ليها يعني انا بحتاج الترمومتر السخان علشان برفع درجه الحراره بشكل مبالغ فيه شويه. يعني ممكن ترفع درجه الحراره مثلا ل 30 32، وفي بعض الناس الخبراء الناس القديمه عرفت منهم ان هم في اثناء العلاج بيرفعوا لبعض السمك او لبعض الامراض بمعنى اصح يعني ل 34 درجه مئويه. آه ليه هم بيعملوا كده او ليه احنا بنرفع درجه الحراره؟ اقول لك بس معلومه على السريع. لان انا دلوقتي الميكروب اللي على جسم السمكه دوت محتاج ان انا اتخلص منه بسرعه. رفع درجه الحراره بتاثر فتره حياه الميكروب، يعني بدل الميكروب ما يبقى عايش على جسم السمكه او الفطر عايش على جسم السمكه اسبوع، ياخد دوره حياته براحته لغايه ما ينخر في جسم السمكه ويعورها ويجيب لها تقرحات على جسمها، او يقطع ديلها او يقطع زعانفها او يوصل لدرجه ان هو يقطع بقها. لا انا مش عايز الكلام ده كله، انا عايز اسرع دوره حياه الميكروب نفسه. فبعمل ايه؟ برفع درجه الحراره علشان بدل ما تاخد اسبوع 10 ايام في المرض، لا خلينا ناخدهم في يومين 3 ايام عشان السمكه ايه تلحق تتعافى ومناعتها تصد المرض شويه. طبعا الترمومتر معاه عشان خاطر نعرف ايه درجه صح ولا غلط. نيجي بعد كده موتور الاكسجين. موتور الاكسجين يفضل يكون بمخرجين او بروحين، لان انا عايز في المرحله دي مع طبعا ارتفاع درجه الحراره ومع ان السمكه منهكه او تعبانه او مريضه محتاجه كميه اكسجين كتير علشان خاطر تقويها شويه على المرض اللي هي فيه. تمام. اخر حاجه بنتكلم عنها وهي الجرش. حوض الحجر الصحي على الابيض على الازاز، مفيش جرش نهائي، لا زلط ولا تقول لي صخر ولا تقول لي اي حاجه ولا الهواء، على البلاط على الازاز، علشان انا اقدر احكم على السمكه دي واشوف هي فعلا فضلاتها طبيعيه ولا فضلاتها فيها مشكله ومحتاجه تتحل. ومن خلال الفضلات بتاعتها ومن خلال اللي بيظهر على جسمها انا بقدر اعرف المرض اللي عندها وابتدي اتوجه للعلاج. كده احنا خلصنا من مواصفات ومكونات حوض الحجر الصحي. نخش بعد كده على ايه بقى؟